يا صباح الفل. النهاردة هنعمل البسبوسة اللي مطلوبة مني كتير جدا على الخاص وفي الكومنتات. طلب جماهيري يا جماعة، معلش بقى سامحوني. فما اقدرش ارفض طلب لمتابعيني حبايب قلبي. طبعا عملت لهم البسبوسة اهيت بطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش مكونات كتير. دي كل حاجة هتتضاف على بعضها ويعني يا دوبك تتحط في الفرن على طول. المهم ان انا عايزة اقول لكم ان هي دايبة وطعمها تحفة ووشها زي ظهرها، او زي القاع بتاعها، ومرمله. حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. تمام، اكيد الصوره بتتحدث عن نفسها وشايفين الترميله بتاعتها عامله ازاي. ويلا بينا نخش في الوصفه بتاعتنا، لايك وشير ومتابعه للصفحه. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول كتير في الكومنتات. معانا كده في الكسرولة بتاعتي دي كوباية وربع من السكر. تمام، هضيف عليهم كوباية ونص من المية. بحضر هنا العسل بتاع البسبوسه. احنا عارفين ان عسل البسبوسه بيبقى خفيف